دي واحدة من أجمل التجارب اللي ممكن تجربوها ولو مرة واحدة في العمر. تخيل تبقى قاعد بتفطر ووراك واحدة من عجائب الدنيا السبع. تقدروا توصلوا للمكان ده بمنتهى السهولة من خلال المدخل الجديد للأهرامات اللي على طريق الفيوم. ركننا في الباركينج وسعر التيكت 25 جنيه مصري طول اليوم. أول ما تركن وتدخل هتلاقي البوابة العظيمة في وشك على طول. كل حاجة من المكان هنا منظمة بشكل بيليق بعظمة مصر، من دخلة الأهرامات للديكور اللي على الجدران للكافيهات اللي موجودة في كل مكان، حتى الحمامات والباصات ومكان الاي تي ام اللي تقدر تسحب منه فلوس في أي وقت. خليني أقول لك إن التيكت بتندفع من خلال الفيزا، وفي أكتر من شباك عشان زحمة الدخول وأنت داخل. بعد كده تقدر تعدي من خلال أي بوابة دخول من 5 بوابات الموجودين دول. أول ما تدخل هتلاقي قاعة كبيرة جدا، هتلاقي فيها ماكتس ومعلومات عن كل الآثار الموجودة بالمنطقة وخريطة منطقة الأهرامات من الداخل كمان. ومش بس كده، هتلاقي موجود في القاعة أكتر من شخص بيشرح كل التفاصيل اللي موجودة في المنطقة كلها. بعد لما تعدي البوابة دي هتلاقي لافتة باسم المكان، وده الممر اللي في نهايته هتلاقي منطقة انتظار الباصات اللي بتنقلك لكل مكان في منطقة الأهرامات، ودي استراحة تقدروا ترتاحوا فيها. وخليني أقول لك إن كل 5 دقايق باص بيتحرك من المكان ده يوصلك لمحطات النزول اللي جوه الأهرامات. الباص سريع ومكيف ونضيف جدا، ودي منطقة الدخول للمطعم، ودي أحلى بداية ليومك قبل زيارتك للأهرامات. ويفضل إنك تحجز فطارك قبل لما تيجي المكان ده عشان دايما بيكون زحمة وتضمن مكانك هنا. الفطار من 9 ل 12، وتقدر تختار بين منيو مصري أو غربي. أما الغدا فليه فترتين من 12 ل 2:30 ومن 2:30 ل 4، والأكل طعمه يستاهل التجربة فعلا. والأجمل إنك تقدر تعمل العيش بنفسك في المكان. ومن الحاجات الحلوة كمان إنك تقدر تختار مكان فطارك، يا أوت دور بإطلالة مباشرة على الأهرامات، يا إندور في جو هادي ومريح. بعد الفطار أو الغداء تقدر تشرب مشروبك المفضل وتستمتع بأجمل إطلالة بانورامية على الأهرامات كلها. ومن هنا هتقدر تشوف العظمة بعينك وتتصور أحلى صور وفيديوهات تفضل ذكرى طول العمر. لو لسه ما جيتش المكان ده أنصحك تجرب بنفسك، لأن الصور والفيديوهات عمرها ما تنقل إحساس اللحظة دي. وخليني أقول لك إن الرجوع بيتم بسهولة من خلال الباصات اللي بتوصلك للبوابة العظيمة. أنا أوزيل، ودي كانت حكاية النهاردة. اكتبوا لي في التعليقات إيه أكتر حاجة عجبتكم، واستنوني في مغامرة جديدة.